السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. احنا النهاردة هنعمل طاجن سمك بدون اي زيت ولا تخديعة ولا اي حاجة دهون هنحطها له خالص. طبعا احنا زي ما شايفين معانا فلفل، معانا طماطم، معانا بصل، معانا كمون، معانا توم، معانا ملح، ومعانا ليمون على خل. السمك ده عندي من السمك اللي قبل كده كان زيادة، فأنا تبلته وحطيته في الفريزر. السمك كل لما تيجي تشيليه شيليه متبل وجاهز، بيشرب من التتبيلة. يعني بدل ما يشرب من التلج والمية في الفريزر، لا، يشرب من التتبيلة بتاعته، بتطلعيه بيبقى طعمه روعة. جبنا الطماطم دي ابشريها بالمبشرة أو قطعيها صغير جدا يعني، بس ما تضربهاش في الخلاط. حطينا عليها الليمون والكمون والملح، وحطينا الخل والبصل والفلفل، وهنقلبهم كويس. التتبيله دي ريحتها بتبقى روعه وبتدي طعم للسمك رهيب. ده غير كمان ان السمك متبل من قبلها، فبيبقى طبعا ما شاء الله يعني طعمه روعه. مش بس المقلي اللي تتبليه قبلها، اي سمك هتعمليه طاجن صينيه ايا كان تبليه من قبلها. هنحط جبنا الطاجن اهو، هنحط في ارضيه الطاجن كده حبه من الخلطه اللي احنا عاملينها. مش يعني مش متخيلين الريحة عاملة ازاي بتاعة الخلطة دي، يعني جميلة جدا. وهنحشي السمك من جوه بنفس الخلطة برضو، ونرصه في الطاجن. هنحطه فوقيه ونحشيه من جوه كويس قوي، ونرصهم رصة حلوة كده. هم طبعا انا مش كمية كبيرة، هم 4 قطع. فاحنا هنعمل بيهم طاجن كده. ويا رب الوصفة تعجبكم ان شاء الله ويجربوها. والله الحاجات دي بتبقى خفيفة جدا في الاكل، مش بتبقى تقيلة يعني وكده. والباقي الخلطة بصوا، بعد ما حشيناها وحطينا في قعر الطاجن نحطهم فوق السمك. وهنرص على الوش بقى طماطم وبصل وفلفل. انتوا بتدخليهم الفرن، حابة ان انتي تغطيهم بصينية او ورق ألمونيا الموجود عندك. غطيهم هما في الفرن، وبعدين لما يستوي اكشفيها وشه يحمر. ممكن تدخليه الفرن وتهديه برضو، وتيجي حبة كده وتغطيه اللي انت عايزاه يعني. حطيته على النار غلي شوية ودخلته الفرن على طول. شايفين الشكل عامل ازاي؟ جميل جدا جدا، واستوى وبقى لونه جميل، وبصراحة روعة، وريحته جميلة جدا جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم حبايبي. يا رب دايما نقدم لكم الحاجات اللي تعجبكم وتتبسطوا بيها. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اللايك والتعليقات، ما تنسوش دعمكم للقناة، ما تنسوش الصلاة على الحبيب، ما تنسوش ربنا، ندعي ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويراضي كل الناس يا رب. احنا هنا معانا السلطة ومعانا الرز الاصفر، ما ضفنا لهوش اي زيت. هو الرز اللي احنا بنعمله ابيض من غير زيت، بس ضفنا عليه كركم وضفنا عليه كمون بس. هو اللي انا عملته من غير ابيض كده، من غير بصلة، مش عاملاه بالبصل ولا اي حاجة. انا وبعد ما حطيته في الحلة وقلبته، حطيت له الكركم وحبة كمون. يا رب الوصفة تكون عجبتكم حبايبي. شكرا لكم والسلام عليكم.